وصفة النهاردة هيعجب بيها جدا اللي عاملين دايت، وهي خبز السبع حبوب. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة ومن غير ما نعجن ولا نتعب ايدينا في العجن. عايزة اقول لكم ان كمان هنعملها في صينية وهتطلع تحفة وطعمها تحفة وطالع هش وجميل. وعايزة اقول لكم ان هو طبعا احسن من اللي بنشتريه من بره بكتير، لان اللي بنشتريه من بره بيبقى ساعات مغشوش ومحطوط عليه عسل اسود علشان يديله اللون الغامق. ده اللون الاصلي بتاع العيش. يلا نشوف الطريقه مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه هجيب معلقتين من حبوب القرع، ومعلقتين من حبوب عباد الشمس، ومعلقتين من الشوفان الحبه الكامله، هحمصهم على النار. هجهز عندي بعد كده 4 كوبايات من دقيق الحبه الكامله، وهو طبعا بستخدم نوع وهو سنبلة الفرات. هحط معلقة صغيرة من بيكربونات وربع معلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم كويس. بعد كده هجهز عندي الخميرة، عبارة عن معلقة كبيرة من العسل وكيس من الكيك شيف ونص كوباية دافية، وهقلبهم كويس واتأكد من سلامة الخميرة واشوفها لغاية لما تعمل البابلز كده واتأكد ان الخميرة عندي كويسة. هقلب عندي بقى الحاجات اللي انا حطيتها على الدقيق. هضيف كمان اضافات لو انتوا حابين تضيفوها، وهي اليانسون. بس هنا طبعا لازم اهم حاجة عندي هنا زيت الزيتون. هحط 4 معالق من زيت الزيتون، ممكن نحط زيت تاني لو انتوا حابين لو مش متواجد، بس زيت الزيتون متواجد. هحط 4 معالق، ودي المادة الدهنية اللي احنا هنحطها. بعد كده هجهز عندي الاضافات اللي انا بقول عليها بقى برضو، معلقة من اليانسون ومعلقة من الكمون ومعلقة من بذر الكتان ومعلقة من بذور الشيا، وهقلبهم كويس. عايزه اقول لكم ان هي طبعا مغذيه جدا وفيها اوميجا 3 وفيها حاجات حلوه جدا ومعادن. هضيف عندي بقى الخميره عندي كده جهزت، بحطها على الدقيق وبضيف عليها معلقه كبيره من الخل، وده برضو بيساعد عندي ان العجينه تكون هشه وتطلع مش مكتومه. وبقلبهم كويس، كل ده بالمعلقه ومش هستخدم ايديا خالص. يعني عندي طريقة سهلة وبسيطة بقى بدون عجن وخبز وكده. هقلبهم حلو وبعدين هزود المية حبة بحبة، والمية عندي تكون دافية، ما تبقاش يعني سخنة قوي ولا هي باردة. بقلبهم وبضيف بشوية بشوية لغاية ما يكون عندي العجينة زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي، ما تبقاش متماسكة قوي زي العجين العادي وما تبقاش زي بتاعة الكيك، هتبقى اتقل شوية من بتاعة الكيك. وده القوام اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده. هي اخدت تقريبا كوبايتين من المية. بعد كده هجيب عندي صينية، ويستحسن طبعا تكون تيفال او ممكن صينية عادية، بس هنحط لها ورق زبدة. بدهنها بشوية زيت من زيت الزيتون، وبعدين بحط عندي العجينة زي ما انتوا شايفينها. ولا تعبت في عجن ولا خبز ولا وجعت ايديا ولا اي حاجة. وبحاول افردها كده بالايديا بشوية من زيت الزيتون وبفردها. هجهز عندي برضو شوية من الحبوب اللي احنا كنا عملناها، اللي هي القرع وبذور الكتان، وبحطهم على الوش كده. بعد كده بقى بجيب عندي سكينة وبعمل تفتيحات فيها علشان يبقى برضو شكلها حلو بالسكينة كده، وببتدي اقطعها من فوق. بعدين بديها برضو رشة من الملح. بعمل تقطيعات كده بسيطة فيها بالطول وبالعرض، وده كله قبل ما تخمر، يعني ما بسيبهاش لما تخمر، بقطعها الاول وبعدين اسيبها تخمر. هسيبها بقى حوالي تلت ساعة، بغطيها ممكن بورق زبدة او اي حاجة عشان ما تلزقش فيها. زي ما انتوا شايفينها خمرت وعليت. ببتدي احطها في الفرن بقى على درجة حرارة 200 اول ربع ساعة، وبعد كده بسيبها حوالي نص ساعة تاني. هي تقريبا اخدت حوالي ساعة، بياخد وقت شوية عن العيش العادي او العجين العادي. بتأكد انها استوت،
وبختبرها بعصاية الخلة. لو اتأكدت خلاص ان مفيش عجين خلاص كده يبقى هي استوت. بستنى عليها شوية لغاية ما تبرد. الحقيقة انا قطعتها برضو وهي سخنة، بس هي عايزة اقول لكم ان هي طالعة تحفة زي ما انتوا شايفين البخار بيطلع منها، يعني كانت لسه سخنة مستوية من جوه وهشة ولذيذة. وعايزه اقول لكم انها تحفه وطعمها خطير بجد. يعني لو عايزين تحولوها لكيكه هتتحول لكيكه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير، وقولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي انا بقدمها. باي باي.